السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسك تفتح الآلة حاسبة في الموبايل ومش عارف؟ انت تاجر ومعاك حسابات كتير ومش بتعرف تحسب حساباتك ازاي، فبتخطر في بالك فكرة آلة حاسبة الموبايل، بس بتدور عليها ومش بتلاقيها، او بتلاقيها ومش بتعرف تفتحها، او بتفتحها ومش بتعرف تستعملها. ايه الحل عندنا؟ انا في الفيديو ده يا صاحبي هعلمك ازاي تفتح الآلة حاسبة في الموبايل بنفسك ازاي، وازاي تستعملها في الضرب وفي الحساب وفي الاسم وفي كل حاجة. بص يا صاحبي، الآلة الحاسبة دايما بتكون موجودة في قسم اسمه الأدوات. بص يا صاحبي الأدوات تحت، بص يا صاحبي لو ضغطنا هنا الأدوات هتلاقي الآلة الحاسبة هي موجودة. انت ممكن لو ما عندكش قسم الأدوات ده، ممكن في شريط البحث هنا تكتب الآلة الحاسبة. بص شريط البحث فوق اهو، تكتب الآلة، ثانية اهي، الآلة الحاسبة. بس هي ايه الالف فيها نبره ولا شرطه دي ولا ايه؟ ما علينا، هتضغط عليها كده هتفتحها. بص يا صاحبي بعد ما تفتح معاك، وليكن عاوز تحسب 1 زائد 1، تكتب بص 1 زائد 1، بص كتب لك يساوي 2، يعني يساوي اوتوماتيك. عاوز برضو تحسب 1 في علامه الفي اهي 5، بص 1 في 5 ب5 يا صاحبي. وكذلك موجود علامة الطرح وعلامة الفي والعلى وكله يا صاحبي. بس يا صاحبي، ودي الطريقة الصحيحة لاستخدام الآلة الحاسبة وازاي تفتحها على الموبايل. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات وتضغط لنا لايك للفيديو.